موعد مباراة الأهلي الجاية مع المصري بعد التعادل مع بتروجيت في الدوري. تعادل فريق الأهلي 1-1 مع بتروجيت في الماتش اللي اتلعب مساء الأربعاء على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز. بتروجيت كان هو اللي بدأ بالتسجيل عن طريق حامد حمدان في الدقيقة 11 قبل ما يجي جريشار ويتعادل للأهلي في الدقيقة 61 بعد ما نزل الملعب بدقايق قليلة. الماتش أداره الحكم الدولي محمود بسيوني وساعده يوسف البساطي وخالد حسين وجلال أحمد كان الحكم الرابع، وفي غرفة الفار تواجد وائل فرحان ومحمد القاضي. وبالنتيجة دي الأهلي رفع رصيده ل 22 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما بتروجيت وصل للنقطة 15. موعد ماتش الأهلي الجاي مع المصري. هينزل الأهلي الماتش الجاي قدام المصري البورسعيدي يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، وده ضمن الجولة 13 من دوري نايل. تصريحات وليد صلاح الدين بعد الماتش. وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي اتكلم بعد الماتش وقال إن الفريق اتعرض لسوء توفيق كبير، وإن الأهلي خلق أكتر من 20 فرصة حقيقية وما سجلش غير جون واحد، في حين إن بتروجيت سجل من فرصتين بس. وأضاف إن الفريق ما كانش في مستواه في الشوط الأول، لكن في الثاني الأداء اتحسن وكان الأهلي الأحق بالفوز. وقال كمان إن المدير الفني يستروب لسه بيتعرف أكتر على كل تفاصيل الفريق ولسه محتاج شوية وقت علشان يشوف إمكانيات اللعيبة كلها. ونفى صلاح الدين الكلام اللي اتقال عن إن تروب طالب رحيل أحمد بكرم أو ضم لاعبين جداد، وأكد إن الكلام ده مش صحيح وإن السبب في الإشاعات دي هو التعادل بس. وأوضح كمان إنه ما وجهش أي ألفاظ خارجة للحكم، وقال اتكلمت معاه بكل احترام ومش هيلاقي في تقريره أي حاجة ضدي. حالة المصابين وعودة إمام عاشور وأشرف داري. وليد صلاح الدين كشف إن إمام عاشور هيبدأ يرجع تدريجيا للتدريبات خلال الأيام الجاية، وإن محمد شريف وحسين الشحات لسه مكملين برامجهم العلاجية. وأكد إن أحمد زيزو مش مصاب، عنده بس إجهاد بسيط وهيبقى جاهز قريب جدا. وقال كمان إن ضغط الماتشات ومشاركات اللعيبة مع المنتخبات تسبب في إجهاد بدني واضح على أغلب عناصر الفريق، بس رغم كده الكل بيقاتل وبيشتغل بجد علشان الفوز في كل الماتشات. أما المغربي أشرف داري فوضح وليد إن اللاعب قرب يرجع للتدريبات الجماعية بعد ما خلص برنامجه التأهيلي، وقال عندنا ثقة كبيرة في داري وهو لاعب مميز جدا ودايما بيتنادى عليه في منتخب المغرب. أشرف داري يقترب من العودة للتدريبات. أشرف داري كان اتصاب في العضلة الخلفية في ماتش بيراميدز في الجولة الخامسة، والطبيب أحمد جاب الله أكد إن اللاعب هيخضع لأشعة جديدة خلال الأيام الجاية علشان يحددوا بالضبط موعد رجوعه للتدريبات. وخلال الفترة اللي فاتت انتشرت أخبار عن عرض من نادي ليبي لضم داري، لكن اللاعب رفض العرض وتمسك بالبقاء في الأهلي، وقال إنه مش هيمشي غير لما ياخد قيمة عقده كاملة. موقف الأهلي من ضم ثنائي غزل المحلة. مستر داخل النادي الأهلي كشف إن الإدارة كانت مهتمة قبل كده بضم محمود صلاح جناح غزل المحلة، لكن إدارة المحلة طلبت 30 مليون جنيه للاستغناء عنه، وده رقم الأهلي شايفه كبير جدا، فالموضوع اتوقف. أما بالنسبة ليحيى زكريا الظهير الأيسر فالمصدر قال إنه من الأسماء المطروحة لتدعيم الجبهة الشمال، بس مفيش أي مفاوضات رسمية لحد دلوقتي، خصوصا إن الأهلي رافض المبالغات المالية اللي بتطلبها المحلة. حقيقة مفاوضات الأهلي مع توفيق محمد لاعب بتروجيت. مصدر قريب من اللاعب توفيق محمد وضح إن الأهلي ما قدمش عرض رسمي للتعاقد معاه لحد دلوقتي، وإن كل اللي بيحصل مجرد كلام ودي ومفاوضات بسيطة في البداية من غير أي خطوات رسمية. وأكد المصدر إن الأهلي فعلا مهتم بضم اللاعب في الانتقالات يناير الجاية علشان يدعم بيه الفريق، لكن لسه الموضوع في بدايته ومفيش حاجة مؤكدة.